بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين يا شطورات، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنخلي مع بعض اوراق، يعني كنا جايبينها لغرض معين او الفرارجي بتاعنا ما خليهاش وحبينا نعملها حمام كداب. هنخليها مع بعض في البيت عشان احنا شطورات. هنقول بسم الله، بس قبل ما ندخل في خطواتنا اعملي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. بسم الله. اول حاجه بتتكون الورك بتاعي من 3 عضلات، اللي هي سلسله الظهر واللي هي في النص واللي هي الدبوس. انا ببدا من النص، يعني سبحان الله الناس كلها بتبدا يا اما من الدبوس او من الظهر. انا بحب جدا ابدا من النص لان بحسها سهله وسريعه معايا. بنتخلص منها بسهوله جدا، مجرد بس بكسرها بايدي وابدا اتخلص اسحبها من الغضروف بتاعها اللي هو ماسكها مع الدبوس، بتطلع بسهوله جدا وخلاص. الخطوة التانية بالنسبة للدبوس هخليه ازاي. هجيب ظهر السكين بتاعي واخبط خبطتين كده هتلاقيها اتكسرت. هسيب اخر حتة اللي هي الصغيرة دي، انا ممكن اتخلص منها بس دي بتدي شكل بتخدمني في الشكل يعني بتاع الحمام الكداب، بتبقى اقرب للحمام. هنسحب الجلد بتاعنا ونحدد بايدينا مكان العضلة. في غضروف كبير هنا هيبقى واضح جدا، يعني ما تقلقيش هتعرفي توصلي. هنحط ايدينا كده جنبه ونبدأ نفتح فتحة صغيرة بالسكين بتاعتنا جنب العظمة نفسها، بعيد عن الغضروف شوية وجنب العظمة. هنبدأ بعد كده نسحب الحتة اللي احنا كسرناها من الدبوس من تحت وتلاقيها خالية جدا. بصي ما فيهاش اي لحوم ولا اي حاجة. لو قدرتي تسحبيها بايدك كان بيها، ما قدرتيش هي طبيعي بتكون جامده شويه. منطقه الغضروف دي بتكون ماسكه شويه في اللحوم، وكمان احنا ما طلعناش الغضروف بتاع العظمه اللي هي في النص، فطبيعي ان هنا في تشابك وهتبقى جامده شويه. نسهل لنفسنا بالسكين بتاعتنا، يعني نبعد كده اجزاء اللحوم اللي هي ماسكه في العضله او العظمه، وهتلاقيها طلعت معاكي بكل سهوله. الحمام الكداب من ألذ وأشهى الوصفات، كلنا بنحبه، لكن اوقات بنتعرض ان احنا نكون جايبين دبابيس كامله ونغير رأينا في وسط الأسبوع مثلا، أو تكون عندك مش مخلية وحبيتي تعملي حمام كداب أو الفرارجي بتاعك مخلهاش. فاحنا نبقى فاهمين الدنيا ايه ونعرف نتصرف لو اتعرضنا لموقف زي كده، بحيث ان احنا نكون احنا المتحكمين واحنا الفاعل مش المفعول به. بصي اهي طلعناها بسهولة جدا، ولا في هدر للحوم بتاعتي ولا في اي حاجه، ما خدتش مني وقت خالص. وبص العظمه بتاعتي طالعه متشفيه ما فيهاش اي حاجه. اول حاجه بقى نفكر فيها بعد كده ان احنا نتخلص من الغضروف نفسه. يعني فقره الغضروف اللي هي بتاعه الظهر مع الدبوس، اوعي تنسيها. يعني اللي هي دايما لو عملت نفس خطواتي كده فدايما هتلاقيها موجوده وواضحه، يعني فان شاء الله تتخلصي منها. حافظنا على الدبوس بتاعنا، ما هلكناش خالص اللحوم بتاعتنا وهدرناها ولا اتهتكت مننا ولا اي حاجه. هنقلب هنا بقى عضلة الظهر او سلسلة الظهر، سهلة جدا. ليك حرية الاختيار حسب اتجاه ايدك، حسب ما بتحبي اعمليها بالاتجاه اللي انت عايزاه. ممكن تخلي العضلة تحت واللحوم فوق او العكس، زي ما حابة، زي ما ترتاح ايدك او سكنتك. هتلاقيها طلعت معاكي بكل سهولة جدا. العضلة دي لو طلع فيها لحوم او اي حاجة ما تترميش، ممكن نعمل منها شوربة. لو حبيتي تحشي الحمام الكداب مثلا بتاعك برز مثلا، فممكن يتعمل شوربة وتسقي بيها الرز بتاعك. ممكن تستخدميها في حاجات كتيرة جدا. ولو مش حابة وحابة ترميها كان بيها، يعني مفيش مشكلة، بس هي كده كده يمكن استخدامها يعني في الشربات والحاجات دي. نبدأ نتخلص برضو من اللي هي الغضروف بتاعنا، وبكده يبقى جاهز معانا الدبوس. شكله حلو جدا، لحومه متماسكة زي ما هي، ما تهدرتش مننا ولا تهتكت. مفيش قطعة لحم موجودة في الطبق قدامي، مفيش اي حاجة على السكينة، هي بس مجرد حتة العظمة اللي طلعت وبقت منظرها جميل جدا وزي الفل. هعيدلك تاني برضو عشان لو حد في خطوة نساها او حاجة. هنعيد مع بعض تاني بسرعة اهي. هسيبك انا بقى، بس لو ما اشتركتيش اشتركي، لو ما فعلتيش زر الجرس تعالي علشان اول ما انزل حاجة تكوني اول حد سمعها وتدخلي تشاهديها. ومبسوطة جدا بوجودكم وتعليقاتكم. بحبكم جدا في الله يا شطورات، وبستودعكم الله ودمتم في رعاية الله وأمنه. باي باي.